بليز سيب الفيديو ده علشان هقول حاجات تكنيكال كتير بجد. بعد الفيديو ده لو حد جه يكلمني وقال لي ماري انا اشتريت الشنطه وقشرت هعمل فيه ايه؟ هعمل عايز تشتري شنطه جلد، لا عايز تشتري جاكيت جلد، اي حاجه جلد، وصاحبها يجي يقول لك ده جلد ايطاليا يا فندم، ده معمول في باريس يا فندم، هتبص له كده بالظبط. تعالوا معايا. طيب الجلد اللي معايا دلوقتي اسمه بينو فيوري. الجلد ده المفروض ان هو جلد ايطالي مدبوغ دباغه نباتيه. اول حاجه التكستشر بتاعته طريه جدا زي ما انتم شايفين. هنا مثلا هتلاقيها مش باينه شويه او مسطحه شويه، هنا في نفس المكان بس التكستشر عاليه. يعني ممكن تلاقي اختلافات اصلا في التكستشر بتاعه الشنطه او الجاكيت في نفس المكان، ودي مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه. معنى كده ان هي بقره في الغالب بتبقى زاير تكستشر، وفي اماكن تانية مفيش فيها تكستشر. دي ساين الاولانيه، وده ممكن يكون جلد بينو فيوري حقيقي. ريحته زي الشجر، انت اكنك بتشم في شجره. اول ما بتمسك الشنطه وتشم ريحتها ريحه شجر، دي كمان علامه كويسه جدا ان هو مدبوغ دباغه نباتيه، والراجل بيقول لك كده ما بيضحكش عليك. تالت حاجه هي الستيتشنج. الخيطه لازم تكون بخيط تخين، وكل ستيتش باينه كويس قوي، مبقاش مثلا داخله لجوه خارجه لبره، يعني عاليه واطيه. لازم تكون كويسه جدا. الستيتشنج بعيده عن الحواف مش حاجه كويسه، الاحسن انها تكون قريبه جدا جدا للحواف. يفضل ما يكونش في اي مسافات كبيره. هاي اند براندز بتستخدم الستايل ده في الخياطه بتاعت الشنط بتاعتها، ما بتستخدمش الستايل ده. ممكن الديزاينر يستخدم الستايل ده ويبعدها اكتر، بس ده كده يبقى هو اختار الستايل ده، فلازم يمشي في الشنطه كلها بنفس المقاس. يعني هم نص ملي مثلا لازم يمشي الشنطه كلها نص ملي، ما ينفعش يبقى في شنطه كده هنا الخياطه مثلا ملي وهنا نص ملي كده، دي شنطه مفيش كواليتي كنترول في الشركه كده. الشركه دي بتهزر، يعني كده انتوا بتهزروا فعلا يعني. لانه لو كواليتي كنترول واقف ومسك الشنطه وبص عليها ولقاها كده هيرميها في الزباله. البيونو فيوري دوت من الجلود اللي انا بحبها، لانه شكله اليجنت قوي ومع الوقت بيلمع اكتر، وحتى لو باظ واتخدش ينفع توديه عند حد يصلحه لك ويبان ان هو اكنه ما حصلش حاجه. تاني حاجه عايزه اتكلم عنها الجلود اللي بتتحط على الحواف. ليه مهم جدا؟ هي في الشنطه دي لونها اسود فمش باين. المفروض ان الجلو يبقى ماشي زي المسطره، ما يبقاش فيه حاجات داخله خارجه. الشنطه دي مثلا باين الجلو هنا مظبوط، مش اي خربشه، مفيش اي حاجه، لحد ما الجوده مقبوله في الشنطه. في شنط تانية بيبقى فيها التقفيل مش احسن حاجه، بس دي التقفيل بتاعها كويس. سوري انا بقول سواد، انا عارفه انها هي سويد، بس انا تقريبا اخدت الاكسنت من حد ايطالي، فبليز فورجيف مي. الشنط السواد في الغالب بتبقى ناعمه وكويسه جدا في الشتاء. السواد مشكلته ان هو مع الاستخدام المتكرر والعنيف بيبدا يفقد الشموال اللي عليه دي. فلو انت عندك شنطه سواد او جاكيت سواد، بليز ما تخليش حد يلمسك في المطلق، استخدميها بمنتهى الحرص. فيرست اوف اول انا شفت شنط ما فيهاش اصلا الجلو ده. يعني انتوا عاملين ازاي شنطه سواد وما فيهاش الجلو؟ انتوا يعني انتوا شغالين ازاي اصلا؟ الناس دي ما تشتريش من عندها حتى قالت لك ان الشنطه ب50 جنيه. تاني حاجه الجلو لازم يبقى موجود بالطريقه دي، بس مينيمم جدا، عشان اوكي انا هتحس كده ان هو مش موجود اصلا. لو خرج بره اللاين بتاعه هيقشر، فكده هم مش شغالين صح. الشنطه دي معموله كويس جدا، حاطين الرايت اماونت اوف جلو، فكده تمام. بس كده، باي باي.